تعليمه. وفي اطفال كتير كملوا تعليمهم بشكل طبيعي ونجحوا وتفوقوا، ومحدش حس ان كان في عندهم صعوبة اصلا. يعني مثلا ولد شاطر في الحساب والعربي لكن تلاقيه عنده صعوبة في الانجليزي، بنشتغل عليه كويس وبنشتغل على نقاط الضعف اللي عنده في الانجليزي، وبيتدرج واحدة واحدة لحد ما تبص تلاقي هو بقى طبيعي. من الاخر طفل صعوبة التعلم لو اتوفر له 3 حاجات: معلم شاطر في صعوبة التعلم، واسره مهتميه بيه، طفل عنده قابليه ان هو يبقى احسن، هنبص هنلاقي في فتره وجيزه جدا قدراته المعرفيه وقدراته التعليميه علت في الصعوبه اللي هي عنده، وهنبص هنلاقيها تختفي خالص ويعيش حياته بشكل طبيعي وينجح ويتفوق وكمان يتخرج ان شاء الله باذن الله.